لو سمعت عن كورس الزجي فانت اكيد سمعت انك تقدر تحقق $10,000 بعد ما تفتح الامازون ستور بتاعك. وعن تجربة احنا بعد تجارب كتير ومحاولات فاشلة وناجحة قدرنا نوصل لطرق وتكنيك خلانا نكون قادرين نحقق $24,000 بعد شهرين، والتكنيك ده احنا شرحناه في الكورس. وكتير من الناس اللي جربت معانا قدروا ان هم يسيبوا وظائفهم ويتفرغوا للتجارة الالكترونية وكان ليهم مصدر دخل فعلا يعتمد عليه. الكورس ده هتتعلم منه حاجات كتير، مش مجرد الجزء بتاع الدروب شيبينج. انت لو عايز تفتح بيزنس اكيد هتبقى محتاج تعرف ازاي تفتح شركه، ازاي تظبط الاوراق القانونيه بتاعتها، واكيد هتبقى محتاج تعرف ازاي تفتح حساب بنكي، ازاي تدفع الضرايب بتاعتك، وكل ده هتعلمه في شابتر الاكونت انفراستراكشر. البيزنس بتاعك هيحتاج حته كمان الخاصه بيه هي البراندنج، اللوجو، الصوره اللي تستخدمها في التسويق والسوشيال ميديا، وده كمان موجود في حته البراندنج واللانش. فالكورس ده هيساعد كل الناس اللي محتاجه تفتح بيزنس، وهيساعد الناس اللي عايزه تفتح متجر الكتروني ويشتغلوا في الدروب شيبينج. من ابرز الناس اللي نجحت معانا في الكورس كان واحد اسمه حسن قدر يحقق نسبه ارباح 40% من مجرد استخدام البلجنز اللي موجوده في الكورس، وما كانش بيدير اي نوع من انواع البيزنس قبلها. هو عامه فتح بيزنس امازون بتاعه جنب وظيفته الاساسيه اللي كان شغال فيها من الساعه 9 لحد الساعه 5. عايز اقول لك ان الطريق مع سلزاجي مربح جدا، وبنضمن لك لو انت ماشي بالظبط على الخطوات اللي احنا بنحكيها اقل حاجه هتكون متحققها هي 10,000 جنيه في الشهر. انا في البيزنس بتاع دروب شيبينج واعرف ناس كتير في البيزنس ده بقالي اكتر من 3 سنين، وقدرنا نحقق اكتر من 500,000 جنيه خلال 4 متاجر لينا على امازون. واحنا حاليا في شراكه مع هيليوم 10 وجانجل سكاوت، واحده من اهم البلجنز اللي هنتكلم عليها في الكورس. لو رجعنا بالكلام تاني عن الكورس فاحب اقولك ان الكورس ده هيوفر لك كل حاجه انت محتاجها انك تكبر البيزنس بتاعك وتكبر مستوى ربحك. من البلجنز اللي بنستخدمها حاجه تسمى بالبروفيت كالكوليتر، هتكسب كام قبل ما تبدا التجاره بتاعتك، وهي طول مهمه جدا بتقولك انت متوقع تكسب كام من قبل ما تبدا الشوب بتاعك على امازون. وما تقلقش مفيش خوف من فكره التجاره الالكترونيه، وكتير من الناس اللي كانوا خايفين وبيفكروا ان امازون FBA دي حاجه مشبعه جدا وما ينفعش تشتغل، نوعا ما ممكن يكون الكلام ده صح وممكن يكون فيها فعلا ناس كتير. بس خلينا نرجع بالزمن لسنه 2018 لما عرفت معظم دول العالم قد ايه التجاره على امازون مهمه جدا. كانوا بيستخدموا كلهم نفس الاستراتيجيه كوبي بيست، ما كانش في حد فيهم بيبتكر او بيكون مختلف، وبكده كله كان بينافس بعض بنفس الاستراتيجيه، وكان كل ده بيقلل من ارباح الناس. بالنسبه لنا احنا كنا بندور دايما ازاي نكون متميزين عن الباقي، ونشوف ايه الجزء اللي ممكن نخلي بيه الناس اللي بتتفرج على الكورس معانا يكونوا مختلفين عن بقيه الناس، وده خليهم ينجحوا اكتر في الامازون شوبس بتاعتهم. خليني اقول لكل الناس اللي خايفه من التجاره الالكترونيه ان موقع بلومبرج بيتوقع حوالي 80,000 من المحلات اللي بتبيع في الشوارع هتتقفل في الولايات المتحده في اواخر سنه 2026، وده معناه ان اسعار اسهم امازون من المتوقع انها ترتفع بنسبه اكتر من 160% مع سنه 2029. واخيرا لو كنا فعلا في طريق لركود اقتصادي في الفتره اللي جايه من 6 ل 12 شهر مثلا، فده هيكون افضل وقت تبدا فيه البيزنس بتاعك على امازون. كل اللي انت هتكون محتاج تعرفه هو اول حاجه تختار المنتج الصحيح. كل اللي انت بتعمله انك بتستخدم مواقع زي هيليوم 10 وجانجل سكاوت انك تدور على منتج بيتميز بكذا حاجه، منافسه قليله، ويكون متوقع ان الناس هتحتاج المنتج ده كتير عشان تكون متاكد انك هتكسب منه، ومنتج تقدر تبيعه على مدار السنه كلها مش مجرد حاجه موسميه. طيب ازاي تميز المنتج بتاعك عن بقيه الناس؟ خليني اقولك، اول حاجه بتغير دايما في شكل ومظهر المنتج بتاعك، وازاي الخدمه المطلوبه منه تتقدم بشكل افضل. وفي الحقيقه ممكن يكون في ناس كتير بتبيع نفس المنتج بتاعك، ازاي بقى تجذب المشترين للمنتج بتاعك انت بالذات؟ في طريقه سهله جدا تخلي المشترين يتفرجوا على المنتج بتاعك ويشتروه، والطريقه دي اسمها التسويق باسم العلامه الشهره، او معنى اصح البراندنج. لما تيجي تفكر في علامه تجاريه معروفه هتبقى بتفكر في شركه ليها اسم زي ابل، امازون، سوني وغيرهم. احنا بنستخدم نفس الطريقه دي اللي احنا نسوق الاسم التجاري بتاعنا بكذا حاجه. اول حاجه بترفع اسعارك عن بقيه الناس، وانك تكسب المنافسه، وانك حاجه تسمى بزياده الكاش فلو. والتسويق بالبراندنج او باسم العلامه المشهوره هو نفس السبب اللي يخليك وانت داخل مطعم انك تلاقي نسبه كبيره من المطاعم بتقدم كوكاكولا عن بيبسي، وفي الواقع كوكاكولا بتبيع اكتر من بيبسي بمبلغ يوصل ل 13.4 مليار دولار سنويا، وده بيسمى البيع باسم علامه تجاريه. هتلاقي كوكاكولا محطوطه في كل الاماكن بسبب الاسم بتاعها الاقوى كتير من بيبسي. هنعلمك برضو ازاي تشتري منتج بتاعك بارخص الاسعار، وده احنا بنستخدم طريقه فصال في المنتج، بس مع الصين في نوع فصال مختلف انت ما ينفعش تستخدمه مع اي حد تاني، وده احنا بنستخدم فيه طريقه فصال من نوع كده جديد شويه، والصينيين ليهم طريقه. اكيد كده كام موردين هيكونوا عايزين يكسبوا فلوس، وانت لو مش هتعرف تقول للتاجر ايه وهتتفق معاه ازاي فممكن يعلي عليك السعر وياكلك من الاخر كده. فاللي عملناه ان احنا نقدر نوصل لكام سكريبت او نص تقدر تتواصل بيه مع التاجر عشان توصل معاه لاحسن سعر.
التجار الصينيين ليهم طريقه معينه في التواصل. وعلى فكره في ناس كتير بتتفاوض مع البيزنس اونرز اللي هم يزودوا مرتباتهم، فتخيل انك ممكن تضاعف مرتبك بمجرد سكريبت مناسب في ايميل. واحد من الناس اللي فعلا اكسلد قوي في الحته دي جمال قدر يكسب اكتر من 50,000 جنيه في اول 30 يوم ليه بعد ما بدا متجر امازون بتاعه. مجرد باستخدام السكريبتس المظبوطه في الاوقات المظبوطه قدر يوصل لسعر مورد رخيص جدا. والفكره انك ممكن بعد كده اصلا بعد ما المتجر بتاعك يكبر انك تبيعه باضعاف الفلوس اللي انت صرفتها عليه، وده معناه انك ممكن تكسب من 3 ل 5 مليون جنيه لو استخدمت الانماط اللي اتكلمنا عليها من شويه. وده هيخلي متجرك او الشوب بتاعك على امازون شغال كويس جدا واحسن بكتير من اي استثمار انت ممكن تعمله في الاسهم او حتى في العملات الافتراضيه زي البيتكوين وغيرها. وفي الحقيقه هي ممكن تكون كمان احسن من العقارات. وعايز اقول لكم حاجه كمان، ان في بعض المتاجر وصلت لاكتر من 8 اضعاف الرقم اللي احنا قلناه من شويه، يعني ممكن توصل لحد 24 مليون جنيه. وعشان ده يتحقق محتاج يكون المارجن بتاعك اكتر من 40%. انت مش متاخر ولا فرصتك ضاعت، انت ممكن تكون ضمن الناس اللي نجحوا وعندهم مصدر دخل ضخم على الامازون. انت داخل سوق وتجاره كبير اسمه التجاره الالكترونيه. ابدا دلوقتي مع سلزاجي وخد خاص على الكورس بتاعك لاول عدد محدود من المشتركين. انا يوسف لويندي واشوفكم في الكورس. سلام.